قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أكثر الناس يفهم هذه الآية ويرددها في حالات الزواج بأن الرجل الطيب للمرأة الطيبة والرجل الخبيث للمرأة الخبيثة، وهذا مفهوم خاطئ. هذه الآية لا علاقة لها بالزواج أبدا، والدليل أن فرعون وهو أخبث الناس كانت امرأته طيبة وهي آسيا رضي الله عنها، وذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بينما سيدنا نوح ولوط وهما من أنبياء الله كانت زوجتهما خبيثتان، وقال لهم الله تعالى: ادخلا النار مع الداخلين. هذه الآية ذكرت في سورة النور بعد حادثة الإفك التي رميت بها أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، رماها المنافقون بالزور والباطل، فأنزل الله براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى بعدما ذكر حادثة الإفك: الخبيثات للخبيثين، يعني الخبيثات من الأعمال والأقوال والأفعال لا تصدر إلا من الخبيثين من المنافقين. فالخبث الذي قالوه عن السيدة عائشة لا يقوله إلا الخبيثون المنافقون، وأولهم عبد الله بن أبي بن سلول زعيمهم الذي رمى السيدة عائشة بالزنا وهي العفيفة المحصنة. والخبيثون للخبيثات يعني الخبيثون من الناس لا يتوقع منهم إلا الخبث من الأعمال والأقوال. والطيبات للطيبين والطيبات من الأعمال لا تصدر إلا من الطيبين من الناس. وفي آخر هذه الآية قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأهم الله من فوق 7 سماوات من إشاعة المنافقين. لذلك قال الله بعد أن برأها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا رب، واهدنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم آمين.